النهارده هنعمل مع بعض الكفته في الاير فراير. يلا بينا. كده بعد ما صبعنا الكفته بتاعتنا هنفتح بقى ونرصها في الارفف بتاعتنا هنا. هنحطهم كده جنب بعض. هي بصي انت مش هتحتاجي تحطي زيت تاني، لان انت اوريدي وانت بتصبعيها كده كنت حاطه ايدك زيت، فهي كده خلاص متغلفه بالزيت، فما تحطيش زيت تاني. هي هنحطها في الايه. طبعا في ميزه حلوه جدا في النوع ده من الاير فراير، ان هي فيها ارفف، فالارفف دي بتدي مساحه ان الحاجه تبقى محطوطه ومرصوصه، مش اللي هي الدرج بتبقى الحاجه فوق بعضها، فما بتبقاش واخده السوا والقرمشه نفسها اللي هي بتاع الادوار دي. فانا جربت دي وجربت دي الصراحه، لا اللي هي الارفف كده احسن كتير. حطينا الكفته بتاعتنا اهي في الارفف. هنشغل عليها بقى. هي الميزه بتاعتها فيها برامج كتير جدا. انا هشغل على برنامج المشويات، بياخد 15 دقيقه على درجه حراره 200، وهندوس تشغيل. هي فعلا بتاخد 10 او 15 دقيقه وبتلاقيها فعلا بقت جاهزه على الاكل. هي كده خلصت الوقت بتاعها. تعالوا نشوفها مع بعض. هو ده الشكل اهو. لا بصي انا هسيبها تتحمر تاني، تاخد لون تاني اكتر من كده، زي كأنها محروقه وكده، فهشغل عليها حبه كمان. دلوقتي هي خلصت برضو. انا كده يعتبر عملت عليها برنامج كامل تاني. تعالوا نشوفوا النتيجه اهي. هي مقرمشه. انا عايزاكم تسمعوا صوت القرمشه اهي. طبعا عايزه تحمريها عن كده تحطيها تتحمر. مش قادره، سخنه. عايزه افتحها لكم اوريها لكم من جوه اهي. يا جماعه النتيجه بجد، انا قطمت حته منها. بصوا مقرمشه ومن جوه طريه واستوت اهي. مش عارفه، هحاول اوريكم الكاميرا، مش عارفه اعمل زوم. بس والنتيجه تحفه يعني. انا بجد القرمشه دي، عارفه بقى الحبه اللي انتوا بتقعدوا تاكلوهم بقى قبل ما نحطهم نطبخهم، هتاكلوا طعمها جميل جدا. وشكرا مقرمشه. عامه هي كده خلاص، مهمه الاير فراير خلصت. هنروح نطبخها بقى. هنا بقى انا حطيتها في التقليه بتاعتها بعد ما اتسبكت، وهسيبها تستوي بقى. غطي عليها وهنتابع مع بعض. هي كده يعتبر داخله على سوا. انا بحب اضيف لها البطاطس، فهضيف البطاطس ليها دلوقتي. هنا الكفته بتاعتي استوت اهي خلاص. هنغرفها. بصوا بقى مع بعض الكفته اهي. انا بحب اكلها مع البطاطس. انا والشيف. تسلمي ايديك يا ماما.